بمناسبة بقى صغار الأمور اللي بنتكلم فيها وعنها، هي فعلا حاجة من صغار الأمور جدا يعني. عارفين طبعا مول مصر، مول اوف ايجيبت، اللي فتح هنا في 6 أكتوبر قصاد مدينة الإنتاج الإعلامي جنب دريم، المنطقة دي. هو طبعا أحد الاستثمارات المهمة جدا، يعني قدرت استثماراته بمليارات. أعتقد إحدى مشاريع الفطيم في مصر، وتم افتتاحه من يومين بالظبط. سيبك من التزحلق على الجليد والأسعار بتاعته، سيبك من البطاريق وما ذنب البطاريق والبطاريقات. الحقيقة صعبان عليا قوي البطاريق اللي جاي من القطب الشمالي عشان يعيش في مصر معانا هنا، ده انت هتشوف معانا صيف ما يعلم مين الا ربنا. سيبك من كل الحاجات دي. الحقيقة الصور اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض تحزنك بجد. مول لسه فاتح ما كملش 48 ساعة، نقوم نلاقي فيه مجموعة من الصور تداولها رواد فيسبوك كلها انتشار للقمامة والمخلفات. الناس ادي الصور، يعني انا مش لاقيه طبعا تعليق اقوله، يعني الصور هي قدام حضراتكم. يعني انا بس هتساءل هنا يا جماعه، وبسال السؤال لنفسي قبل ما اكون بساله لاي حد. نجري الصور يا شباب بعد اذنكم، نشوف الصور الثانيه دي. صور بتقول وطبعا الناس برضو اتكلمت على الزحمه. هنا بقى بنتكلم يعني المواطن والمواطنه اللي راحوا يحضروا افتتاح مول مصر، او راحوا تاني يوم الافتتاح ودخلوا الفود كورت وجابوا الاكل بتاعهم الجانك فود. ده ايه ده؟ ده ايه؟ هتقول لي ما في اصل، ما لا مش لا الحجه بتاعتنا اصل ما كانش فيه صناديق زباله. لا فيه، ده مول لسه بشمعه، لسه بيفتح. ايه ده؟ باكل وارمي على الارض، بفتح الساندوتش من الكيس اللي هو متغلف فيه وارمي الكيس على الارض. انا بوري عيالي ايه؟ ايه ده؟ انا السؤال بس الوحيد اللي انا هساله، دي كمان هنلوم فيها على الحكومه؟ يعني الصور دي برضو يعني هنطلب بقى، نطالب بقى، نقول عايزين الحكومه توقف عسكري لكل مواطن يرمي قمامه ويوسخ المول ويبهدل الشوارع وبتاع، يتقبض عليه ويتعمل له محضر برجاء تفعيل القانون وبرجاء وضع قانون؟ دي تربيه يا جماعه، وانا اسفه في الكلمه، بعتذر يعني لكل الناس المواطنين اللي كانوا في الصور واللي عملوا كده. دي تربيه والله العظيم ملهاش حل تاني. انت بتربي ابنك على ايه؟ وانا بستغرب جدا ابقى قاعده في النادي والاقي ام معاها ابنها بيعمل عمايل تبقى عايز تمسك الواد تحدفه من فوق الشجره، والام قاعده بس يا علي بس يا فين التربيه يا جماعه؟ سيبي ابنك يرمي قمامه على الارض ويضرب عيل اصغر منه ويمسك قطه من ديلها يضربها ويمسك بتاع. النتيجه انه دول لما بيكبروا بيعملوا كده، لانه هو ما ترباش من وهو صغير انه النظافه من الايمان فعلا وليست قولا. حاجه محزنه والله، حاجه محزنه جدا يعني. وبعدين بقى ايه كميه التريقه؟ ما بقول لكم على صغار الامور، كميه التريقه بقى والسخريه اللي بقت عندنا. يعني ما نفتحش مولز جديده وما نفتحش حاجات بالروعه والفخامه بتاعه مول اوف ايجيبت وسيتي ستارز والحاجات الحلوه اللي عندنا دي، نقول ما احنا ما عندناش وفين الاستثمارات وما فيش. نفتح مول كبير كده نقول ده وقته. ايه السفه ده؟ راجل مستثمر وعامل تريليون دراسة جدوى وحابب يستثمر في مصر ويعمل مول، هو شايف ان ده حاجة كويسة ومكسب ليه. ليه كل حاجة لازم نتريق عليها؟ ودي الطريقة اللي بنشجع بيها الاستثمارات في بلدنا. يعني الراجل ده تفتكروا الاونر او مجموعة المستثمرين ما هو طبعا ملوش دعوة، يعني هو بيدي الإدارة لحد، بس يعني ليه المشهد ده؟ عشانك انت مش عشان حد يتكلم عليك او لا. ليه اكل وارمي على الارض؟ ليه الكانز واكياس البلاستيك مرميه على الارض بالمنظر؟ ايه ده؟ والله العظيم عيب. النظافه من الايمان يا مصريين. احنا شعب متدين بطبعه ولا ايه؟ النظافه من الايمان.